تسيطر حالة من الاحتقان والترقب على الشارع التونسي، لا سيما بعد إزالة قوات الأمن للخيم الموجودة حيث اعتصام الرحيل في ساحة باردو. وكانت الشرطة منحت المعتصمين مهلة قصيرة قبل فض الاعتصام نهائيا. جاء ذلك بعد مبادرة الأمين العام لحركة النهضة التونسية حمادي الجبالي التي تقدم فيها لحل الأزمة التي استفحلت عقب اغتيال المعارض محمد البراهمي. ودعا الجبالي في مبادرته لعقد جلسة للمجلس التأسيسي لسن قانون انتخابي جديد، إضافة إلى تحرير الدستور والمطالبة بحكومة وحدة وطنية. وكان الاتحاد العمالي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد قد طرح مبادرة مختلفة تقضي بالإبقاء على المجلس لحين استكمال كتابة الدستور، ما عزز موقف المعارضة التونسية بالمطالبة بإسقاط الحكومة. وبين هذا وذاك أتى قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل شريك النهضة بالحكومة ليقلب المشهد السياسي رأسا على عقب، خاصة بعد أن أعلن قبل أيام عن تجميد أعمال المجلس التأسيسي إلى أجل غير مسمى لحين دخول الفرقاء في مفاوضات على قاعدة المبادرة التي قدمها اتحاد الشغل. وبعد يومين من هذا الإعلان وتظاهر عشرات الآلاف من معارضي السلطة في العاصمة التونسية ردا على تظاهرة حاشدة مؤيدة للحكومة السبت الماضي، لم يعلن بعد عن أي موعد أو اتفاق مبدئي لعقد هذه المحادثات. ريتا سليمان، العربية. ومعي من تونس عبر الهاتف جوهر بن مبارك المنسق العام لشبكة دستورنا. سيد جوهر، أولا هل مع